إذا هاشتاغات كثيرة تضع اليوم وليد الركراكي في الطندونس المغربية. بالتدريج الهوة كتوسع بين وليد والجمهور، وبشكل آخر بدا كيترسخ بالتدريج حتى مع بعض الذين كانوا متعاطفين معه. خلينا نكون واضحين في هذا النقاش. اللي كيقول وليد زرق فهو متحامل، لكن بالمقابل أنا ضد اللي بغاو يرجعوا من وليد غوارديولا ولا كلوب ولا حتى زيدان المغرب، أو أنه فوق المساءلة. هادشي ما يمكنش. أيضا وضحوا واحد الحاجة هامة، واللي كينتقد وليد ماشي بالضرورة يكون رجاوي ولا فروي، لأن وليد ما عمرو كان ودادي ولا فتحاوي بير، والأمور هنا واضحة. رجاويين وفرويين خرجوا تلاقوا وليد في المطار نهار رجع من الدوحة، قالوا ليه سير سير سير. الأمور هنا واضحة كذلك، وهي موجهة لفئة كتقول أنه بسبب رحيم وزنيتي وحريمات تقدر تكون هذه الفئة متحملة ضده. وليد الركراكي في نظري ماشي خايب وماشي واعر. هنا كنهضروا على وليد كمدرب ليس كشخص احتراماتي الكاملة لوليد. ماشي زرق وماشي عبقرية. كنتفكر أنه قبل ماتش الزمالك الشهير كان على حد السيف قبل أهداف المترجي وفرحان وجبران، وبقية الحكاية معروفة. تيسرت له الأمور بالدوبل المستحق وديكليك تاريخي مع الفريق الوطني. وليد الركراكي بلا ميركاتو خلى الوداد بطل المغرب وإفريقيا بأرقام قياسية، ربح في مصر والجزائر وأنغولا، ودار عام تاريخي بكل المقاييس، وما كانش اللي يحسد ليه هادشي. لكن وليد الركراكي ماشي كرياتور تقليدي في المنظومة كيتدهشر وسط الماتشات، كيغير بوست بار ببوست، ما يقدرش يفك ألغاز منتخب ولا فرقة ولا مدرب صارم إلا غلق عليه اللعب. وليد خلال المونديال شكل، وبعد المونديال شكل آخر. مبيمبا والحب والعرب وأشياء أخرى دخلنا بزاف الأوركسترا سبورتيف. ما يمكنش النصيري عام شهرين ما مركاش معاه، حمد الله ما بوقلهاش، شديرة تلفها الكعبي ورحيمي ودياز غاديين في نفس الطريقة حمادي. كاين الخلل، وفعلا كاين الخلل، وهو الخلل الذي جاء به بلاغ الجامعة المغربية لكرة القدم بعد الكان. ما يمكنش كل مرة يفكرنا صحة في الدومي فينال. لذلك أنا ضد اللي كيقولوا عليه ما في الدوش، وضد أيضا اللي كيقولوا عليه بيب المغرب، لأن الأرقام التي لا تتجمل هي الحكم والفيصل. إلى ذلك فادت مصادر مطلعة اليوم الاثنين أن كل الأخبار التي راجت على أن الجامعة المغربية لكرة القدم برئاسة فوزي القجع تتجه نحو إقالة وليد الركراكي على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني المغربي لا أساس لها من الصحة. وأوردت المصادر أن الجامعة الملكية المغربية برئاسة القجع تلقت أوامر من جهات عليا في البلاد بضرورة استمرار وليد الركراكي مدربا للأسود، سيما في ظل الإنجازات التي حققها مع المنتخب الوطني المغربي وبلوغه مربع الكبار في كأس العالم، وسيما أيضا في ظل الاستحقاقات القادمة التي تنتظر المنتخب المغربي، أهمها الكان الذي سينظم بالبلاد.